سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. احوالكم طيبه دائما يا رب ان شاء الله، وتكونوا على خير كاملين وفرحانين دائما. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، على المشاركه ديالكم، وعلى التعاليق اللي كتخليو ليا. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. ورمضان كريم بالصحه والعافيه وطول العمر، وباش ما كتمناو يا ربي، ونكونوا فرحانين دائما، ونطلب الله يغفر لنا ويسمح لنا ويتقبل منا الصلاة والصيام والدعاء ديالنا، ونسامحوا مع الناس الا كنا شي حد مخاصمين معاه ولا حاقدين عليه. حاولوا انكم تنقيوا قلوبكم من الحقد ومن البغض، وكونوا فرحانين ومتسامحين مع الناس. فهكا كتحسوا بروحكم نقية وفرحانة دائما الا كنتوا بحال هكا. فكنتمنى يا ربي انكم تكونوا قلوبكم صافية دائما من جهة الناس ومن اي واحد اللي ظلمكم. فحاولوا انكم تكونوا متسامحين معاه، فهكا غادي تكونوا فرحانين في حياتكم. آه، كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي ندوزو لهاد البسيطلات اللي كتشوفوا تيشهيو، اللي غادي نحضرهم معاكم، اللي ساهلين، غيكونوا بالسمك. وحتى الطريقه ديالهم اللي هي سهله وبسيطه بزاف، وما غاديش تاخذ لينا الوقت بزاف، بالاخص الا كنتو كتحضروا السمك من قبل هكا تتقطعوه وتتوجدوه، فغادي تجيكم سهله. بالاخص البنات اللي الله اول مره غادي يديروها، فحاولوا انكم توجدوا كل شيء قبل ما تحاولوا انكم ديروا هاد البسيطلات هادو. لا بالنسبه للبسيطلات صغار ولا كبار، فخديت هنايا مقلاة اللي وضعت فيها زيت الزيتون، وضفت هنايا السيبيا. تقدروا ديروا الكالاماري الا بغيتوا، وتقدروا تضيفوا حتى الزبده الا بغيتوا، فانا ما كنضيفهاش. عندي هنايا الفطر اللي ضفت عليه الماء طيب، وحتى الشعريه ديال الارز اللي ضفت عليها العطريه ديال القمرون. وفي المقلاة غادي نضيف هنايا في نفس المقلاة ضفت عليها القمرون او الجمبري كيف ما كتشوفوا معايا. غنضيف هنايا قزبر ومعدنوس كميه لا باس بها. عندي الثومه كذلك اللي حتى هي كميه لا باس بها. عندي حامضه معصوره اللي هي ليمونه. ضفت الملح والبابريكا، وعندي هنايا الكمون والابزار صافي. وضفت هنايا السكينجبير، وعندي الكركم والعطريه ديال السمك، وضفت هنايا العطريه ديال البسطيله، وخديت معلقه ديال العطريه ديال القمرون، وضفت شويه ديال الفلفل اللي هو حار اللي هو مدقوق اللي تيكون مجفف. وغنخلي هاد السمك يتشحر مزيان وتيشرب لينا هاد العطريه هذه كامله كل هاد التوابل. فغادي نقطع الشعريه بعد ما تسلقات في هذوك التوابل ديال القمرون صافي، وغادي نضيفها على هذا السمك اللي تيتشحر، وتيبقى فيه شويه ديال لاصوص ديال المرق ديال هاد العطريه هذه باش كتشرب لينا الشعريه، وكتاخذ هذيك النسمه كامله ديال السمك وكتجينا لذيذه بزاف. وفي نفس الوقت غدوخو طبيعه الحال، دابا راه رمضان ما غاديش تدوخو. غير غير نتوما راه عينكم ميزانكم في التوابل، الا خاصتكم شي حاجه راه غتزيدوها. فضفت هنايا الفطر اللي قطعته رقيق، درتو في هذا المقلاة. ضفت عليه الملح والبابريكا القزبر ومعدنوس والثومه، وضفت الكمون نفس العطريه كلها اللي ضفت في الاول، الكركم والملحه والعطريه ديال البسطيله وديال القمرون. وغنخلي كلشي كيتشحر هنايا مزيان. ضروري تخليهم يتشحروا هاد الفطر مع هاد التوابل هذه باش كلشي تياخذ هذيك العطريه والتوابل، كتجينا بنينه بزاف هاد البسيطلات هادو. فاش كلشي يتخلط مع بعضياته كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي، فغادي نخلط هنايا هاد المكونات كاملين، وغادي نخليهم يبردوا عاد باش نعمروا بهم البسيطلات. الا درنا الحشوه في الورقه وهي سخونه، فغادي تقطع لينا الورقه. فغادي نضيف هنايا العطريه ديال القمرون والبابريكا، وعندي هنايا الفلفل الحار اللي مدقوق ضفتهم على زيت نباتيه. صافي، عندي هنايا الورقه الكبيره ديال البسطيله، فغادي نقطعها هنايا على 4 كيف ما كتشوفوا معايا. صافي صافي، ونحاولوا نديروهم مقادين. انا غادي ناخذ واحد الكميه اللي غادي نخدم بها، واللي بقى ليا راه غادي نديرو في بلاستيكه باش ما كتشحفش لينا هاد الورقه هذه وتكرم لينا. غادي ناخذ هنايا هذاك الزيت اللي وضعت فيه التوابل اللي غادي ندهن به هاد الورقه هذه باش كتجينا الورقه بنينه، ما كتجيناش مسوسه وما كتجيناش باسله من التوابل. صافي، وحتى هي كتاخذ داك المذاق ديال التوابل ديال السمك. وغادي نضيف هنايا الحشوه في وسط هاد
الورقه البسطيله، وكنجمعوا الوريقات ديالنا تاع البسيطلات. صافي كنحاول نطويها بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. هي الصراحه راها سهله ماشي صعيبه بزاف. وبالنسبه للحشوه كاين اللي كيضيف فيها الزيتون مقطع، فانا ما كنضيفوش في هاد البسيطلات الصغار. ما كنضيفوش هو والحامض المصير ما نديرهمش، لان تيغلبوا المذاق ديال الحامض وهداك الزيتون تيغلبوا على المذاق ديال السمك. فخليوها هكا. هاد البسيطله هادي كتجي لذيذه اكثر. ولا بغيتو تضيفوا اضافات فكيبقى لكم الاختيار. فنقدر نوجد معكم بسيطلات اخرين بحشوات اخرين، وتقدر يعني بنفس الحشوه تقدروا تزيدوا الكورنيشون مقطع، ولا تضيفوا كيف ما بغيتوا الزيتون ولا الحامض اللي بغيتوا. فانا كنفضل انني نخلي المذاق ديال البسطيله الطبيعي ديالها. فهادوك حشوات اخرين. وتقدروا تزيدوا حتى الجبن مبشور الا بغيتوا في الداخل ديال البسطيله، ولكن البسطيله الاصليه راها كتبقى في هذا المذاق ديالها ديال السمك. صافي. كذلك بالنسبه للبسطيله الكبيره كاين اللي كيضيف فيها الجبن وتيكثروا. فانا كنفضل انني نخلي البسطيله على الطبيعه ديالها، ولكن راني نحضر معكم ان شاء الله بسيطلات عفوا اخرين، يعني هكا بالجبن ولا بالزيتون ولا بحشوات اخرين، علاش لا. كتشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال هاد الطي ديال البسيطلات راهم ساهلين. راني ضفت هنايا الدقيق اللي ضفت عليه الماء، هو باش تنجمع هاد الوريقه هادي باش كتلصق لينا وما كتحلش لينا هاد البسيطله هادي وتجينا مقاده بطبيعه الحال. نتوما راه كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تاخذوا شي طبيسيل ولا شي زليفه هكا اللي تكون دائريه. الا ما كانش عندكم هاد السيركل هذا ماشي مشكل. صافي تقدروا ديروا اي حاجه اللي غتبان لكم سهله تستعملوها ماشي مشكل. وصافي وكطويو هاد البسيطلات ديالكم. وبالنسبه للفرن راكم غادي تسخنوا، غديروا درجه الحراره اللي تكون هي متوسطه، وما تخليوهمش يتحمروا بزاف. فقبل ما تدخلوهم الفرن غتاخدوا كيوردون وغتكوا هاد البسيطلات باش ما تيطرطقوش لكم في الفرن، وغدهنوا بهذا الزيت هذا اللي ضفنا فيه التوابل باش كتجينا بنينه هاد البسطيله، والورقه كتجي لذيذه. كتاخد حتى واحد اللوين اللي تيكون ذهب. هذه هي البسطيله بعد ما طابت فانا زينتها. التزيين كيبقى اختياري، زينو باش ما بغيتو وكيف ما بغيتو ماشي مشكل. تقدروا تخليو البسيطلات غير بحال هكاك. الا ما كانش بالامكان ان الانسان هكا يزين هاد البسيطلات هادو تيبقى لكم الاختيار. فكنتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر. موفقين جميعا يا رب. سلام.